بصوا الكلاب دي موجوده جوه مبنى كليه هندسه والباب مقفول. النهارده بقى رايحين معاكم عند كليه هندسه على شارع ابو قير. المنطقه دي انا رايحه جايب المشروع انا واهلي بناخد بالنا ان في كلاب على البوابه بتاعت الكليه من بره. المنطقه ما فيهاش اي بني ادمين، ما فيهاش اصلا مساكن، فاحنا رايحين لهم النهارده ناكلهم. يلا بينا. حضرت اكل اهو قبل ما اعدي ناحيه كليه هندسه. في كده كلب على ناحيه مستشفى جمال عبد الناصر، تعالوا ناكله بعدين. في قطه جايه كمان. تعالي احنا جايبين اكل مسلوق واكل مش مسلوق. هنا تعالى هنا كده تعالي. ابعديهم بس عن بعض، ابعديهم عن بعض. بصوا يا جماعه هو بياخد الاكل جوه، هيخش جوه يبقى ليه حد جوه. طالما هم بياخدوا الاكل بعيد عن الطبق معرفش ليه. حطي له بقى الطبق ويلا بينا. بص القطه دي حطينا لها اكل مستوي اهو، ده متسوي مسلوق، هياكل كلها ورقاب وكده. دي مسلوقه عشان القطط مش هتعرف تاكل التاني. بصوا احنا حطينا الاكل الاول قبل ما ننده عليهم، قبل ما نعمل اي حاجه، ولقينا قطط كده. بصوا جت تاكل اهو الاكل المسلوق. تعالي خلاص تعالي. طب يلا يلا. بصوا هم بياكلوا تمام. تعالوا بقى ايه هنخش نوزع على البوابه على الكلاب. ده اكل الكلاب. احنا سايبين له اهو طبق اهو هياكل ماشي، وهندور على الباقي هم هنلاقيهم ان شاء الله. احنا كده عند بوابه كليه هندسه. انا حاولت انادي على حد جوه بس مفيش امن، فانا هدخل لهم الاكل بقى من تحت. مش عارفه ادخله منين. هم مش هيعرفوا يطلعوا. مش هيعرفوا ازاي. طب خلاص حطي بس الطبقان اهو، دخلي الطبقان جوه شويه دي عشان يعرفوا ياكلوا. يا جماعه هم بياكلوا. بصوا ياخدوا يعني احنا حاطين طبقان اهو. حطينا لهم الاطباق جوه كده من الباب لان البوابه مقفوله ماشي. هم بدأوا ياكلوا من جوه. مش عارفه مفيش كده. بصوا ولا هوهوا ولا هجموا ولا اي حاجه. يعني في واحد بيحاول يطلع اهو. بصي طلع عشان ياكل. هو خايف يا عيني. الكلاب على فكره هي اللي بتخاف مش هي اللي بتخوفنا والله. بصي هم جبنه قوي يعني. احتفي يا دينا احتفي. احتفي لهم من هنا. بصي في واحد لقطها في بقه. احتفي يلا. بصوا انا برضو ما زلت بحدف لهم من ورا البوابه عشان هم مش كلهم عارفين يطلعوا. واحد بس اللي طلع. بصوا بياكلوا ولا حد هوهو ولا حد شب ولا حد هاجم ولا اي حاجه. المنطقه دي يا جماعه كليه هندسه وجنبيها مستشفى جمال عبد الناصر، مفيش اي عمارات سكنيه. لكن انتوا يعني معظم الناس في اسكندريه هنا شارع ابو قير الرئيسي. انت رايح المدرسه رايح الشغل، تعالوا يا جماعه اعملوا لهم اطعام. احنا بنقول المكان بتاعهم علشان اكسب ثواب معاكم وانتوا تكسبوا ثواب ان انتوا تيجوا تعملوا لهم اطعام. بصوا ما بيعملوش اي حاجه خالص، بالعكس واقفين مبسوطين ومستنييني يعني ان انا اكمل اديهم باقي الاكل. بنحط لهم ميه. طبعا هم الميه عندهم يعني اهم من الاكل بكتير كتير قوي. حتى القطط كمان احنا عاملين سمنه في الميه وفي الاكل وفي كل حاجه. بس طبعا هم طلعوا اكبر من العدد اللي انا بشوفه وانا رايحه جايه. هم طلعوا اكبر من كده فللاسف انا جايبه 5 أو 6 كيلو خلصوا خالص. بصوا اول واحد جاي يشرب ده طلع بره، كلهم جوه ده الوحيد اللي طلع بره اهو. تعالوا بقى نحط للباقي. دخللهم بقى من هنا مش عارفه ولا ايه. بصوا الكلاب دي موجوده جوه مبنى كليه هندسه والباب مقفول. يعني ده معناه ان الكلاب ولا بتعض ولا خطر. ما هي لو خطر كانوا طلعوها بره عشان الطلبه. لكن في منهم متعقمين ودانهم العلامه بتاعت التعقيم. ده متعقم هو اللي جنبه كمان متعقم ودانهم العلامه بتاعت التعقيم. يعني امان جوه كليه. ده هم في شارع ولا هم في طريق عام عشان الناس اللي بتقول الكلاب بتخوفنا وبتاذينا. بصوا ادينا لهم كوبايه جوه من الميه كده لو حبوا يشربوا تاني. حطينا لهم ميه زياده. بصوا الكلب ده اللي كان في الاول خالص هو برده حطيت له ميه. بعد ما اكل حطيت له ميه تاني عشان هو واقف بعيد شويه عنهم. بصوا بيشربوا ميه يعني اكتر ما بياكلوا والله. هم عطشانين قوي. او ميه تاني اهو خدي. انا حطيت له ميه نص الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي شربها وخلصها وجبت له تاني. عطشان جدا. في قطه هناك جايه. قلعت الجوانتي بقى مش عارفه احسس عليك. خلاص يلا باي باي. يلا انت كتكوت اشربي. بصوا الكلبين دول طبعا ما كناش شايفينهم. بصوا جايين طبعا جعانين بس انا الاكل اللي معايا خالص حطيت لهم ميه. طبعا احنا اكلناهم بس الاكل اللي معانا خلاص. فاحنا هنروح نجيب اكل تاني. فيه 3 أو 4 كلاب تقريبا ما اكلوش. كل الاكل المسلوق القطط اللي حوالين المكان اكلته. مش عاملين حسابنا ان في قطط كمان. فهنروح نجيب اكل تاني ونجيلهم على طول.